ترى الهدية اللي لو جبتها الأنثى برج الجدي تدخل قلبها على طول. الأدوات المكتبية هي أهم هدية ممكن تجيبها الأنثى برج الثور، الأنثى العملية. الأجندات بقى اللي تداوم فيها المواعيد، الأقلام، النوتس، الحاجات اللي هي بتستخدمها في شغلها وممكن تحطها على مكتبها. دي واحدة من أهم الهدايا وأولويات الهدايا اللي تفكر فيها مع أنثى برج الجدي. فقرة أنا قلنا دايما في فيديوهات الأبراج، علشان اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت، الهدية بتمثل للست حاجتين. إنك لما بتشتري حاجة من جيبك، تطلع فلوس وتشتري حاجة للست من جيبك، دي حاجة مهمة جدا 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 للست، وما تسألنيش ليه. والنقطة التانية والأهم، إنك لما بتجيب للست حاجة هي عايزاها أو حاجة في دماغها، فده معناه بالنسبة للست إنك فاهمها، والست بتعشق الراجل اللي فاهمها. تقدر تجيب لها مجوهرات او اكسسوارات. طيب مجوهرات زي ايه؟ الحاجات المطعمه باللؤلؤ غالي، لو ميزانيتك ما تسمحش ركز على اكسسوارات. اكسسوارات تكون معدن اصلي، ما يصديش، ما يبهتش، ما يغيرش. بيحبوا الحاجات الاوريجينال في الحته دي تحديدا، مش لازم ماركه او توكيل، المهم انها تكون تعيش، تكون اصليه، تكون جودتها عاليه. تنساش ان انثى الجدي انثى تقليديه، يعني ارجع للهدايا التقليديه، الورد، الشوكولاته، الحاجات دي بتجيب معاها قوي وبتاثر فيها جدا، لانها ست تقليديه. هي بتاثر مع الكل، لكن مع الجدي اكيد بيكون لها تاثير اقوى بكتير. خدها وديها حفله، وديها اي تجمع اجتماعي. بتحب الحركة والانطلاق، بتحب التجمع، بتحب الأماكن اللي فيها ناس، بتحب تبني علاقات وتتعرف على ناس. علشان كده خدها دايما وديها الأماكن اللي فيها التجمعات اللي فيها الناس، حفلات خيرية، مناسبات اجتماعية، أفراح، حفلات. الحاجات دي بتأثر فيها وبتعجبها جدا، وده مفتاح قوي جدا عشان تأثر على شخصية أنثى برج الجدي. حاجة أخيرة ومعروفة جدا عن بنات برج الجدي، ودي حاجة مهمة جدا ما نقدرش نغفلها، إن هي أكتر بنت على الكوكب بتشتري اللانجري. يعني دي تقريبا أهم حاجة هي بتحب تشتريها. لكن طبعا ده هيتوقف على مدى علاقتك بيها، وهل أنت مرتبط بيها، خاطبها، متجوزها. مش مرتبط لسه متعرف عليها وتشتري لانجري. بس عايز أقول لك إن دي حاجة مهمة جدا جدا، أنثى برج الجدي بتهتم بيها وبتحب تشتريها، فهي هدية قوية جدا، وواحدة من أهم الهدايا اللي لازم إنك تفكر فيها. في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس واشترك في القناة، ولو في أي حاجة اكتبها في الكومنت تحت وأنا هرد عليها. ويا ريت نشير الفيديو لأكبر عدد من صحابنا علشان يستفيدوا بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.